وذاكم الملك الحازم المغوار قطز هازم التتار، ترى الأسود له خرصا ضراغمها يرعدن من فرق منه إذا زأر. بعثه لاك رسالة إنذار حملها 40 علجا من وحوش التتار، قال فيها ما مضمونه في اختصار: إنا نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه، فاتعظوا بغيركم وأسلموا أمركم، نحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكا، أي أرض تؤويكم وأي طريق تنجيكم، خيولنا سوابق، سيوفنا صواعق، قلوبنا كالجبال، عددنا كالرمال، الحصون منا لا تمنع والعساكر لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، من حاربنا ندم ومن طلب الأمان سلم، فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب. وقطز منية ليس تبغي غير طالبها، وكوكب ليس يبغي غير عفريتي، ما إن قرأ الرسالة حتى أمر بقتل جميع أعلاج التتار حاملي الإنذار، وتعليق رؤوسهم في شوارع القاهرة الأبية رفعا للروح المعنوية، لأن الناس كانوا في رعب من الأخبار التترية. وفي عين جالوت وفي سهل جالوت وفي يوم الجمعة من رمضان التقى الجمعان، وفي البداية كاد النصر أن يكون للتتار، وعندها أدرك المغوار أن الهزيمة ستكون سقوطا لآخر قلاع الإسلام، وستكون مكة والمدينة هدفا للروافض مع الخونة التتار، فنزل عن ظهر فرسه وخلع خوذته وألقى بها وصاح: وإسلاما وإسلاما، ثم مرغ رأسه في التراب ودعا: يا الله يا جبار، انصر عبدك قطزا على التتار، لتدور الدائرة وينهزم التتار وينتصر أهل الإسلام، وكفت أكف البغي من كل معتد، وأعلن حمد الله في كل مسجد، واستطاع هذا العملاق تغيير حال أمة بأسرها من حضيض الهزيمة إلى قمة النصر في سنة واحدة هي مدة حكمه، مترجما بفعله ما جرد الصمصام ذو همة عند اعوجاج الأمر إلا استقام.